السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تانية إعداد عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معذرة عن الانقطاع الفترة الطويلة اللي إحنا انقطعناها دي، ولكن كنا بنظبط شوية حاجات في التصوير وفي الاستديو عشان المحتوى يطلع لكم بشكل منسق وجميل وتستفيدوا بيه جميعا بإذن الله تعالى. في ناس دلوقتي هتيجي تقول لنا يا مستر طب المدرسين بدأوا من شهر أو شهر ونص تقريبا، فزمانهم خلصوا كمية فإحنا هنلحق نخلص. هقول لك ما تقلقش، بإذن الله تعالى عامل لكم جدول هنمشي عليه. هنخلص المنهج وهنراجع عليه مرة واتنين، وهنحل من الامتحانات كلها، وهنحل الأسئلة اللي على كل درس، والدنيا تبقى ماشية تمام بإذن الله. فما تقلقوش، امشوا معايا. بس المطلوب منكم انك تسمعوا المحاضرة كويس، تلخصوها. هتلاقوا في برضو بعد كل محاضرة شرح نازلة هتلاقي في تلخيص كده في الوصف PDF، خدوه ذاكروا منه برضو، تمام. وهتلاقي حلين الأسئلة كلها كاملة بتاع كتاب الامتحان، تمام. فمطلوب انكم تراجعوا معايا، انكم تمشوا معايا واحده بواحده الدرس اللي ينزل تذاكروه وتحلوا عليه، والامتحانات باذن الله تعالى تكون في امتحانات برضو باستمرار تحلوها وتمشوا معايا واحده واحده كده، وباذن الله هنخلص وهنحل ونراجع وهنحل امتحانات والدنيا تبقى تمام باذن الله تعالى. هنقفل المنهج كام؟ عايزين المنهج يتقفل، وعايزين نقفل نجيب الدرجه النهائيه في الامتحان. مش عايزين بس ان احنا نخش نحل ولا احنا نجيب مجموع وخلاص، لا، احنا مطلوب مننا ان احنا نقفل، مش مطلوب مننا ان احنا نحل بس ونجيب مجموع وخلاص، لا، لازم نقفل باذن الله تعالى. فالنهارده اول حاجه هنبدا فيها، احنا خدنا حصه التاسيس نزلناها اللي هي الحصه اللي فاتت، فروحوا اسمعوها، تمام. كانت على الوحده الاولى، اللي هيسمعها هينبسط قوي جدا 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 منها، تمام. عشان تخش على الوحده الاولى تلاقي نفسك فاهم وعارف الاساسيات وعارف كل حاجه، فتخش تلاقي نفسك خلاص انت في خريطه ذهنيه اصلا عن المنهج في دماغك. فهي دي الدرس التاسيسي هو اللي عامل النظام ده كده بالظبط. الدرس التاسيسي اللي هو الفيديو الاول بيعمل لك خريطه ذهنيه في دماغك عشان تبقى داخل المنهج ده عارف 1 2 3، تمام. هتلاقي في معلومات في قلب الدرس التاسيسي هتلاقيها موجوده في المنهج بكثره. يعني ممكن يكون الدرس التاسيسي لو ما نبالغش كله في قلب المنهج، فهتلاقي باذن الله مستفيد وطالع بفايده كبيره. فما تنسوش انك تسمعوه قبل ما نخش على المحاضره الاولى الشرح الدرس الاول، تمام. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وان شئت ان جعلت الصعب سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا الدرس الاول بيتكلم خلاص حاجه بسيطه خالص في الوحده الاولى. الدرس الاول هيكون اسمه حالات المد. الدرس الاول عندنا اسمه حالات المد. يعني ايه حالات الماده؟ زي ما خدنا في التاسيس، بصوا اللي هنا ده دي نوتس كده، تمام. ده هنمشي عليها، دي اللي احنا هناخده النهارده ان شاء الله. دي زي تو دو ليست كده اللي هناخده النهارده في قلب الفيديو. كل حاجه نخلص عليها نعمل عليها صح عشان نبقى كده عارفين احنا ماشيين ازاي، تمام. خش ونقول بسم الله. اول حاجه عندنا اسمها حالات الماده. ايه هي حالات الماده؟ خدناها عندنا في الحصه التاسيسيه اللي ذاكرها، ورجعوا ذاكروها قبل ما نخش على الوحده الاولى. حالات الماده عندنا خدناها وهم كانوا 3 حالات. اول حاجه عندنا الحاله الصلبه، كان عندنا 3 حالات اساسيه. بص عشان نبقى ماشيين واحده واحده. في الحصه التاسيسيه قلنا حالات الماده عندنا 3 حالات اساسيه، تمام، وعندنا حاله واحده فرعيه. ايه هما ال3 حالات اساسيه يا مستر؟ والله ال3 حالات الاساسيه هما الحاله الصلبه والحاله السائله والحاله الغازيه، تمام. ال3 اللي احنا عارفينهم. طب ايه الحاله الفرعيه؟ عندنا حاله اسمها حاله البلازما، وهنعرف كل الحاجات دلوقتي. يبقى احفظ كده الحالات الاساسيه 3: صلبه سائله غازيه، والفرعيه واحده وهي البلازما. طب عندنا كده خلصنا حالات الماده، تمام. الدرس الاول بيتكلم عن حالات الماده وخصائصها. حالات الماده وايه وخصائصها. ايه خصائص الماده؟ عندنا خصائص الماده اللي ذكرهم عندك في الكتاب. احنا قلنا في حصه التاسيس كان عندنا 7 خصائص او 8 واكتر، قلت لكم مش دول بس، قلت لكم في زياده كمان، ولكن هو دلوقتي ذاكر لك 3 دي اللي هو عايزهم بس. ايه هم ال3 اللي ذكرهم هنا يا مستر؟ والله ذكر عندنا 3 خصائص، وهي اول خاصيه عندنا اسمها الشكل وقابليه الانسياب. ايه يا مستر شكل وقابليه الانسياب؟ واحده واحده هنعرف كله دلوقتي. تاني خاصيه عندنا اسمها الحجم وقابليه الانضغاط. واحده واحده هنعرف كل حاجه باذن الله.
واخر حاجة عندنا وهي قابلية الانتشار. يا مستر انا مش فاهم اي حاجة. مش لازم تفهم، واحدة واحدة هتفهم كل حاجة دلوقتي. اول حاجة عندنا، اول خاصية عندنا هو الشكل وقابلية الانسياب، حجم وقابلية الانضغاط وقابلية الانتشار. تلخيصا للوقت هنجمع دول كلهم باذن الله دلوقتي في مقارنة وفي مربع كده لوحده. تمام، هنجمع في الثلاث خصائص بثلاث حالات مادة. طب هل يا مستر الخصائص ديت اللي هو مديها لنا دي هيطبقها على الاربع حالات مادة من ضمنهم الحالة الفرعية اللي هي البلازما، ولا على الثلاثة دول فقط؟ لا، هيطبقوا لنا على الثلاثة دول فقط اللي هي الصلبة والسائلة والغازية. تمام، اما البلازما مش هيطبق على الخصائص دي، هو ذكر الخصائص ديت للثلاثة دول فقط. تمام كده؟ تمام. نيجي هنا كده في جدول، نعمل جدول كده بسيط. يبقى كده عرفنا حالات المادة والخصائص بتاعتها، نعمل مقارنة بينهم بقى كده، مقارنة بسيطة. أول حاجة عندنا هنا المادة الصلبة والسائلة والغازية. كل حاجة هتلاقيها بإذن الله في PDF تحت الفيديو. عايزينها نقارنها من حيث إيه؟ من حيث الشكل وقابلية الانسياب، الحجم وقابلية الانضغاط وقابلية الانتشار. لا معلش، نعكسها. هنا الشكل وتحته قابلية من الانسياب، وهنا الحجم وتحته قابلية الانضغاط، وهنا قابلية الانتشار ومثال عليه. من حيث مين؟ من حيث المادة الصلبة والسائلة والغازية. تمام؟ تمام. دول مع بعض ودول مع بعض. يلا بسم الله نبدأ. الشاشة الجو حر. أول حاجة الشكل وقابلية الانسياب. في المادة الصلبة شكلها عارفين من حصة تأسيس كان شكلها ثابت، وهنعرف النهارده ليه شكلها ثابت. الحاجات دي كلها هنعرفها النهارده. طب المادة الصلبة قابلة للانسياب ولا لأ؟ لا. يعني ايه اصلا قابلة للانسياب؟ الانسياب نيجي نعرفه هنا. ايه هو الانسياب؟ ايه هو الانسياب؟ الانسياب هي او هو قدرة المادة على ايه؟ على التدفق بسهولة. يبقى الانسياب هي قدرة المادة اللي احنا بندرسها ده، هل هي بتتدفق بسهولة؟ فهو دي انسيابها، التدفق بتاع المادة ده هو دي الانسياب. يبقى الانسياب قدرة المادة على التدفق بسهولة. يعني ايه التدفق؟ يعني السريان. ممكن نقول الانسياب هنا معناها برضو اللي هي السريان. تمام؟ يعني ايه انسياب؟ انت معاك دلوقتي مثلا اهيت كوباية شاي، تمام؟ لو ما بتيجي تدلقها كده بتلاقيها بتنزل، بتنكب، بيحصل لها سكب، تمام؟ يعني بتقع. فالنزول ده اسمه انسياب اللي هو التدفق. تمام؟ فدي اسمه ايه؟ الانسياب. يبقى الانسياب قدرة المادة على التدفق بايه؟ بسهولة. يبقى تعالى نشوف، هل المادة الصلبة بتنكب؟ بيحصل لها انسياب؟ بيحصل لها تدفق؟ لا طبعا. يبقى اذا لا تنساه. وقلنا يعني الانسياب. تعال نخش على المادة الصلبة. حجمها قلنا في الحصة التأسيسية قلنا حجم المادة الصلبة ثابت، وهنعرف قدام ليه. المادة الصلبة قابلة للانضغاط ولا لأ؟ لا تنضغط. يعني ايه لا تنضغط؟ تعال نشوف يعني ايه اصلا الانضغاط.
يعني ايه الانضغاط؟ الانضغاط والله يا مستر هو ايه؟ هو تقلص في حجم المادة عند الضغط مين؟ الضغط عليه. يعني ايه؟ يعني انت في مادة معينة اهي، مادة اكس، عملت لها انضغاط اهو، انضغاط فانضغطت، صح؟ انضغطت. فالانضغاط ده هو تقلص، يعني قلة، تقلص في مين؟ في حجم المادة عند الضغط مين؟ عند الضغط عليه. يبقى لما يحصل تقلص في حجم المادة لما بتضغط عليها، دي اسمه انضغاط. يعني المادة دي قابلة للانضغاط، قابلة ان هي تنضغط. فاذا عندنا المادة الصلبة بتنضغط، يعني انت لو جبت قطعة حديد وجيت تضغطها تلاقي انضغطت معاك زي السفنجة؟ لا مش هتنضغط. فالمادة الصلبة لا تنضغط. تمام. المادة الصلبة قابلية الانتشار، بتنتشر ولا لا؟ ايه هو الانتشار؟ تعال نشوف الانتشار. الانتشار هو سريان او سريان المواد في الوسط، او انتشار، ممكن نقول برضو هنا انتشار المواد في الوسط. يبقى الانتشار هو انتشار المواد في الوسط. زي ايه؟ زي عندنا مثلا الروائح، العطر لما بتتك كده على البخه كده، العطر بتنتشر في الهواء، بيحصل لها انتشار. يعني بتلاقي راحت الجزيئات هنا والجزيئات هنا والجزيئات هنا، فحصل لها تحرك، حصل لها اللي هو بقى حريه، بقى عندها حريه ان هي تتحرك هنا وتتحرك هنا وتتحرك هنا، صح. فعندنا الماده الصلبه بيحصل لها انتشار. هل الماده الصلبه زي مثلا لو احنا نتك عليها كده، تتك مثلا على ماده صلبه وتلاقيها تنتشر هنا وهنا وهنا، تجري منك هنا وتجري منك هنا؟ لا طبعا. فاذا الماده الصلبه لا تنتشر. الماده الصلبه لا تنتشر، او بصوره اصح نقول المواد الصلبه الانتشار فيها بطيء جدا. دي بصوره اصح، ان المواد الصلبه الانتشار فيها والله بطيء جدا. زي ايه مثلا؟ زي عندنا لو جبنا مثلا اي صبغه، الصبغ في الاسفنج، جبنا سفنجه معينه حطينا عليها صبغ، نقطه صبغه، هتلاقي الانتشار فيها بطيء على مدى طويل، بيحصل بعد فتره. تمام. هتلاقي يعني مثلا انت حطيت نقطه صبغه هنا، تمام، نقطه معينه كده، على ما تنتشر للسفنجه هتاخد وقت، فاذا الانتشار فيها بطيء جدا. مثال عليها مديهولنا الصبغ في الاسفنج. نخش على الماده السائله. الشكل بتاع الماده السائله متغير مين؟ حسب الاناء الحاوي له. خدناها برضه في الحصه التاسيسيه ان الماده السائله شكلها بيتغير حسب الاناء. زي ماده سائله هي في قلب كوبايه، هل شكلها هيبقى وهي في قلب مثلا ازازه؟ هل شكلها هيبقى في قلب جيركن؟ هل شكلها وهي مثلا في حمام سباحه؟ شكلها مثلا وهي في البانيو اللي عندنا؟ لا طبعا. فالماده السائله شكلها متغير حسب الاناء بتاعها. تمام. طب قابليه الانسياب. الماده السائله بتنساب طبعا. والانسياب هنا احنا عرفناه هو قدره الماده على التدفق بسهوله. هل هي اي ماده يا مستر؟ انا جبتها لكم لغايه لما نيجي نحدث الانسياب بتاعها بتاع الماده السائله. هل هي اي ماده بتنساب؟ لا طبعا. حدد لنا ان المواد اللي بتنساب حاجه اسمها المواقع. المواقع دي بس هي اللي بيحصل لها انسياب. ايه هي المواقع ديت؟ المواقع ديت والله قال لك هي المواد السائله والمواد الغازيه. يبقى اللي بينساب فقط، اللي بيحصل له انسياب يعني بيحصل له تدفق، هي المواقع. ايه هي المواقع؟ هي المواد السائله والمواد الغازيه. يبقى عندنا المواد السائله من المواقع، اذا هي تنساب، يبقى بيحصل لها انسياب. فهمتوا؟ يبقى المواقع السائله والغازيه، والسائله من المواقع فاذا هي تنساب. طب الماده السائله حجمها قلنا في حصه التاسيس ثابت. ذاكروا الحصه التاسيسيه يا جماعه، مهمه جدا. الماده السائله حجمها ثابت. قلنا ازاي؟ قلنا عندنا لتر ميه
في كوبايه، حطيناه في قلب ازازه هو نفس اللتر، حطيناه في قلب جيركن هو نفس اللتر. تمام؟ فالحجم ثابت ما بيتغيرش ابدا الا وانت لعبت فيه، الا لو انت اللي غيرته بايدك، بدل ما هو لتر خليته لتر ونص، خليته 2 لتر. اما انت سايبه لتر كامل ولكن غيرت الاناء بتاعه، هتنيه ثابت لتر. تمام؟ طب قابليه الانضغاط، الماده السائله لا تنضغط. الماده السائله لا تنضغط، يعني ايه لا تنضغط؟ يعني ما بيحصلهاش انضغاط. احنا قلنا الانضغاط هو ايه؟ قلنا الانضغاط هو تقلص في حجم مين؟ الماده عند الضغط عليه. عندنا دلوقتي ميه في قلب مثلا جيركن او في قلب اي حاجه، ضغطنا عليها بحاجه مخصصه او باي شيء، ضغطنا على الميه، هل هتلاقي حجمها قل؟ حجمها تقلص؟ لا طبعا، حجمها مش هتقلص، حجمها ثابت زي ما هو. طب نعملها ازاي؟ نجيب عندنا سرنجه محقن بتاع حقن عادي جدا، ونملاه ميه، بس يكون الفوهه بتاعته مسدوده، نسد الفوهه. سدينا الفوهه نضغط بقى الميه، نضغط وهي في قلبها ميه، لما تيجي تضغط هتلاقي عمرها ما بتنضغط ابدا، مش هيحصل اي تقلص في الحجم. ليه؟ عشان من خصائص الماده السائله ان هي غير قابله للانضغاط. تمام. طب قابليه الانتشار، قابليه الانتشار في الماده السائله بيحصل لها ايه؟ هل بتنتشر ولا لا؟ تعال نشوف. الانتشار هو سريان الموائع في الوسط المحيط. سريان المواد، سريان مين؟ المواد. تعال نشوف. الانتشار في المادة السائلة بيكون ايه؟ بيكون بصورة متوسطة. يعني ايه؟ يعني عندنا قال لك هتجيب برمنجانات البوتاسيوم في كوب ماء او في اناء فيه ماء. المثال ازاي؟ عندنا برمنجانات البوتاسيوم دي صبغه زي اي صبغه، تمام؟ حطها في كوب ماء، هتلاقيها بتنتشر في بقيه الكوب بعد فتره، ولكن فتره اقل من الماده الصلبه، فاذا هي متوسطه الانتشار، انتشارها متوسط، تاخد فعلا فتره. يعني مثلا لو عندنا انتشار الصبغه في الماده الصلبه بتاخد مثلا ربع ساعه 25 دقيقه، تمام؟ في الماده السائله هتلاقيها بتاخد مثلا 15 دقيقه 10 دقائق، تمام؟ فسرعه انتشارها الماده السائله بالنسبه للماده الصلبه بطيء، متوسط بالنسبه للماده الصلبه، متوسط، يعني بتاخد يعتبر نص المده اللي بتاخدها الماده الصلبه. تمام. نخش على الماده الغازيه من حيث شكلها. الماده الغازيه شكلها متغير حسب الاناء، متغير حسب الاناء زي الماده السائله بالظبط. يبقى الغازيه والسائله شكلها متغير حسب الاناء. طب الماده الغازيه قابله للانسياب ولا لا تنساب؟ تعال نشوف يعني ايه الانسياب تاني. الانسياب هي قدره الماده على التدفق بسهوله، وقلنا الماده هي الموائع السائله والغازيه فقط، فقلنا ايه؟ غازيه، فالغازيه اذا هي من الموائع، الغازيه من الموائع، فاذا هي ايه؟ قابله للانسياب، يبقى تنساب، بيحصل لها تدفق، بيحصل لها ايه؟ تدفق. طب نيجي على الحجم. حجم الماده الغازيه هل بيحصل له تقلص؟ انضغاط هو تقلص في حجم مين؟ الماده. هل بيحصل له تقلص؟ الحجم ثابت ولا متغير؟ الحجم في الماده الغازيه متغير حسب الاناء. ازاي؟ مش دي بس على الشكل، لا، تعال هتنفخ كده بالونه وانفخ هواء، هتلاقي شكلها خد البالون. طب انفخها في بالونه مثلا قلب، بالونه دايريه، بالونه مثلا مثلث مستطيله، هتلاقي الشكل بتاعها متغير والحجم برضو متغير. يعني انت مثلا لو نفخت مثلا بالونه صغيره، هل حجم الهواء اللي هتنفخ البالونه الصغيره هيبقى هو متساوي مع حجم الهواء اللي هينفخ بالونه كبيره او ضعفها او 3 اضعافها؟ لا طبعا، بالدماغ بالعقل كده عمرها ما تكون متساويه. فاذا عندنا الحجم والشكل متغيرين حسب الاناء في الماده الغازيه. طب قابليه الانضغاط، الانضغاط تقلص حجم الماده عند الضغط عليها، والماده الغازيه بتحصل لها تقلص في حجمها، فاذا هي تنضغط. ازاي بيحصل لها انضغاط؟ ازاي بيحصل لها انضغاط يا مستر؟ المحقن، نفس المحقن برضو، السرنجه، سد فوهته برضو بقوه جامد جدا، اضغط، والله جامد اضغط، بص بكل سهوله بتنضغط، ولكن هتقف عند حد معين. بص حد معين ده هو ده حد انضغاط الماده الغازيه
ده اخره، عمره ما ينضغط اكتر من كده، خلاص جاب اخره، فاذا حصل فيه تقلص. طب شد، ده حجم الغازة، حجمه مثلا 10 مللي اهو. لما يحصل انضغاط نزلت مثلا بقت 3 مللي 2 مللي، تمام، فاذا حجمها بينضغط وحجمها يحصل له تقلص، فاذا يحصل لها انضغاط. طب من حيث الانتشار، المادة الغازية قابلة للانتشار ولا لا؟ هل بتنتشر ولا لا؟ فعلا بتنتشر، واول حاجة والانتشار فيها سريع جدا جدا كمان. اول حاجة قلناها اللي هي العطر، البخاخة، الروائح، بيحصل لها انتشار بسرعه جدا، في ثواني بتلاقي حصل انتشار، بخ كده من الريحه هتلاقي ملت الاوضه في ثواني، فاذا انتشارها سريع جدا. تمام. ادانا مثال عندنا وهي ابخره اليود. قال لك بخار اليود ده اول ما بتفتحه من الانبوبه بتاعته كده، العلبه بتاعته، تلاقي حصل له انتشار في ثواني، في الجو بقى كله نفس لون بخار اليود، تمام، بيبقى لون تقريبا بنفسجي، فاذا انتشار سريع جدا. طب لو قارنا مثلا انتشار الماده الغازيه بالنسبه للماده السائله والماده الصلبه، لو دي بياخد 25 دقيقه زي ما قلنا وده بياخد 15 دقيقه، هتلاقي الماده الغازيه ما بتاخدش مثلا دقيقتين، دقيقه، تمام، بسرعه جدا. لما ترش كده برفان او ترش عطر هتلاقي في ثواني انتشر، تمام. فاذا دي المقارنه من حيث الثلاث خصائص اللي احنا قلناهم: خاصيه قابليه الانسياب، تمام، والشكل وقابليه الانسياب، الحجم وقابليه الانضغاط، قابليه الانتشار، من حيث الثلاث مواد الصلبه السائله والغازيه. المقارنه ديت مهمه جدا، وقلنا يعني الانسياب، وقلنا يعني الانضغاط، وقلنا يعني الانتشار. وقلنا الانسياب بيحصل للمواد، ايه هي المواد؟ الموائع فقط اللي هي السائله والغازيه. صوروا السبوره عشان اعمل لكم سبوره غيرها باذن الله، مهمه جدا فيها ملحوظات على الحاجات دي كلها. طب تعال نطلع ملحوظاتنا، مش لازم نكتبها، اكتبوا انتوا ورايا او في PDF هتلاقوها مكتوب. تعال بقول لك ان شكل الماده الصلبه شكلها ثابت لا يتغير، تمام، دي ملحوظه احنا كاتبينها. وبيقول لك ان الماده الصلبه شكلها ثابت، تمام، فاذا هي لا تنساب، ما بيحصلهاش انسياب، دي الملحوظه الثانيه. الملحوظه الثالثه بيقول لك ان حجم الماده الصلبه، هو بيشرح لك الجدول، الملحوظات اللي احنا هنكتبها كان بيشرح لك الجدول. حجم الماده الصلبه ثابت، واذا لا تنضغط، ما بيحصلهاش انضغاط، جزيئاتها ثابته. قابليه الانتشار في الماده الصلبه بطيء جدا بالنسبه للسائله والغازيه. مثال عليها ادانا صبغه الاسفنج، الصبغ في الاسفنج، تمام. خش على الماده السائله، قال لك ان شكلها متغير حسب الاناء اللي بتضع فيه، فهي متغيره، فاذا هي تنساب، بيحصل لها انسياب عادي جدا، بيحصل لها تدفق، بيحصل لها سريان عادي جدا. حجم الماده السائله ثابت. قابليه الانضغاط لا تنضغط، الماده السائله ما بتنضغطش، ورنا بالسرنجه. قال لك الانتشار في الماده السائله متوسط، مثال عليها برمنجانات البوتاسيوم في كوب به ماء او في اناء به ماء. على الماده الغازيه ان شكلها متغير حسب الاناء، وقابليه الانسياب بتنساب الماده الغازيه، حجمها متغير حسب الاناء، وقابليه الانضغاط بتنضغط الماده الغازيه، وقابليه الانتشار سريعه جدا، وقلنا زي الروائح. وزي ايه تاني؟ مثال ادانا عنها بأبخرة اليود، تمام. قلنا الزمن الانتشار اللي بتستغرقه الماده الصلبه اكبر من زمن انتشار بتستخدمه الماده السائله، اكبر من زمن انتشار بتستخدمه الماده الغازيه. فاذا عندنا ادانا ملحوظه هنا، بيقول لك ان سرعه انتشار المواد بتعتمد على حاله الماده وكتله الماده ودرجه حراره، بيعتمد على حجم، بيعتمد على مين؟ على حاله الوسط المحيط، او بيعتمد على حاله الماده ودرجه حراره الماده، وايه تاني؟ وكتله جسيمات الماده. يبقى في ملحوظه، نمسح ونكتب الملحوظه، ملحوظه مهمه جدا جدا، ولا استنى نكتبها فوقنا عشان تصوروا كله مع بعض. بيقول لك ان سرعه الانتشار مالها؟ تعتمد على 3 حاجات. اول حاجه على حاله الماده وكتله الماده ودرجه حراره الوسط. ازاي؟ اول ماده مش مشكله. حاله الماده، سرعه الانتشار في حاله الماده صلبه سائله غازيه، قلنا سرعه الانتشار بتختلف، صح؟ فاذا
سرعة انتشار في حسب حالة المادة. قال عندنا ان المادة الغازية سرعة انتشارها اكبر من المادة السائلة، سرعة انتشارها اكبر من المادة مين؟ الصلبة. يبقى كده من حيث حالة المادة فعلا صح، وقلنا تحتها بالارقام. تمام. كتلة المادة، لو عندك مادة مثلا كتلتها 5 نانو جرام، هل سرعة انتشارها هتبقى مادة زي 2 نانو جرام؟ لا طبعا. المادة اللي سرعتها اللي كتلتها 2 نانو جرام هتبقى أسرع بكتير من المادة اللي كتلتها 5 نانو جرام، عشان الجسيم بتاعها هيبقى خفيف، هيبقى سريع، هيبقى نشيط، هيبقى حركته خفيفة عشان كتلته قليلة. يبقى الكتلة فعلا بتأثر على سرعة الانتشار ولا لا؟ أي بتأثر. طب احنا عايزين نقول مثلا العلاقة بين كتلة المادة وسرعة الانتشار. كل ما كتلة المادة قلت سرعة انتشارها زادت، فإذا العلاقة بين كتلة المادة وسرعة الانتشار علاقة عكسية. لو عملنا هنا في علاقة بيانية، هنا العلاقة بين كتلة المادة وسرعة الانتشار علاقة عكسية. هنا الكتلة كتلة المادة وهنا سرعة الانتشار علاقة عكسية. كل ما الكتلة قلت كل ما سرعة انتشارها زادت. تمام. طب درجة حرارة الوسط، والله كل ما زادت درجة حرارة الوسط كل ما زادت سرعة الانتشار، فالعلاقة بينهم علاقة طردية. لو عملناها في رسم بيانة تبقى العلاقة كده طردية، كل ما زادت درجة حرارة الوسط كل ما زادت سرعة الانتشار. ازاي؟ عندنا مثلا كثافة بتاعت جسيم معين او جزيء معين 5، سخناه ودرجة حرارة الوسط درجة حرارة كبيرة ودرجة حرارة جو حر، فإذا الكثافة بتاعته هتقل، فإذا سرعته انتشاره هتزيد، فإذا درجة الحرارة بتأثر على سرعة الانتشار، والعلاقة بينهم علاقة طردية، وده رسم البيانات بتاعها. تمام. الجدول ده مهم جدا جدا جدا. خدوا لقطة احفظوها عندكم بإذن الله. الحاجات دي هتلاقيها في البي دي اف عندكم تحت الفيديو. يلا. تمام. خدتوا الصورة؟ بيقول لك عند الضغط على، بيقول لك عند الضغط على جسيمات المادة الغازية ايه اللي بيحصل؟ قال لك ان هي بتقل حجمها، حجم المادة، ولكن لا تتقلص مين؟ حجم جسيماتها. مش فاهم. في المادة الغازية هي لما عملنا انضغاط عليها حجمها بدل ما مثلا كان 10 مللي حصل له انضغاط فبقت مثلا 3 مللي. صح. فالحجم قل، حجم الكلي قل لما الضغط عليه زاد، ولكن حجم الجسيم اللي هو ايه؟ الجزيء بتاعها ده اهو، الجسيم ده اهو، ده اهو، هل الجسيم ده اهو، هل حجم الذرة، هل حجم الجزيء هيقل؟ لا طبعا. طب ايه اللي يعرفنا؟ ما هو احنا لما ضغطنا يا شباب، لما ضغطنا حصل انضغاط، الحجم قل صح؟ طب سيبنا اهو، هيرجع تاني لطبيعته، فالجسيم تاني هيكبر زي ما هو بيحصل له انكماش، ولكن ما بيحصلوش تقلص كلي، بيحصل له انكماش جزئي. يعني ايه انكماش جزئي؟ يعني حجمه بيقل كده عشان الضغط، اول ما زوال الضغط بيشيل من عليه، اول ما الضغط بيتشال من عليه بيبدا يرجع لحالته الطبيعيه تاني. يعني عندنا مثلا الجسيم كان كده كبير كده، حصل عليه ضغط، دلوقتي في ضغط حصل عليه هينكمش كده. تمام. طب شلنا من عليه الضغط هيرجع تاني لحالته الطبيعيه.
ولكن مش هتلاقيها، مش هيثبت كده. لو ثبت كده يبقى ما ينفعش نقول لا تتقلص حجم جسيماتها، لو ثبت كده هنقول هيتقلص حجم جسيماتها. ولكن الماده الغازيه حجم الجسيم لا يتقلص، ثابت ما بيتغيرش، الحجم ما بيتغيرش، ماشي. هو بيحصل له تقلص، ولكن ثانيه، هو هنا بيحصل له تقلص، ولكن الحجم بتاعها ثابت، حجم الجسيم ثابت ما بيتغيرش يا شباب. وفهمتوا ليه ما بيتغيرش؟ تمام، عشان لو اتغير هتلاقي الحجم هيثبت زي ما هو. ولكن الماده الغازيه اول ما الضغط بينشال من عليها الجسيم بيرجع تاني للطبيعه بتاعته، بياخد نفسه، تمام، بيرجع تاني، بينفش تاني، تمام، ولكن ما بتنوزش على الوضع ده، تمام كده. فالملحوظه ديت مهمه جدا جدا جدا. بعد كده احنا عرفنا المواقع، انسياب، تدفق، انتشار، الحاجات دي كلها عرفناها. يبقى احنا كده خدنا حالات المادة وخصائصها، وخدنا ملاحظات عليها، وخدنا التعريفات، تمام. الثلاث حاجات دول الحصة القادمة، الحاجات دول هناخدهم الحصة الايه؟ الحصة الجاية. يبقى احنا خدنا اول 3 حالات، حالات المادة وخصائصها، ملاحظات، والتعريف، تمام. طب والباقي يا مستر الحصة الجاية بإذن الله عشان ما نطولش عليكم، تمام. يبقى انتوا كده فهمتوا كل حاجة. السبورة اللي فاتت كانت مهمة جدا جدا جدا، لميت لكم الدرس كله بفضل الله في سبورة واحدة، تمام. والدرس كله اتلم معاكم، الدرس كله بقى سهل، بقى بسيط، بقى بص لعبة في ايديكم زي العجينة. ايه المطلوب منكم دلوقتي؟ كده اول حاجه، اول جزء في اول درس، نص الدرس الاولاني خلصناه، اللي هم ال3 حاجات دول خلصناه. المطلوب دلوقتي منها مستر، المطلوب حضرتك تسمع المحاضره كويس جدا، تلخص وراها، هتلاقي في ملف PDF نازل لك تحت الفيديو، هتلاقي فيه الاسئله في كتاب الامتحان هتنزل لك على طول باذن الله لما نخلص الدرس كله، او ممكن احل لكم جزئيه حسب ما خلصنا، ولكن الافضل نستنى على ما نخلص الدرس كله. نخلص الدرس كله باذن الله الحصه الجايه، وينزل لكم الحل الدرس كامل في فيديو واحد، عشان ما تقعدوش تتوهوا في الفيديوهات كتير. يكون ساعه كده ولا ساعه وربع كده، مش هتطول باذن الله، فيه الحل كامل على الدرس، فيه بكل التريكات اللي فيها بقى، بكل الملاحظات، بكل الاستنتاجات اللي احنا استنتجناها، بكل حاجه. ما تخافوش، ما تقلقوش، الوقت لسه معانا، الوقت لسه في ايدينا. المهم ان حضرتك او حضرتك تقوموا دلوقتي، الدرس سمعتوه، ذاكروه كويس جدا، تسمعوا، تشوفوا PDF اللي تحت الفيديو، وتشوفوا تلخيص جميل باذن الله تعالى هيعجبكم، وتحلوا معاه، وتحلوا كتاب الامتحان، تحلوا الدرس الاول اللي احنا خلصناه، الجزئيه اللي احنا خلصناها تحلوها كامله، تمام. بعد ما تحل وتخلص هتستنى المحاضره الجايه تنزل المحاضره الجايه على بقيه الدرس الاول، تمام. وتبدا تذاكر برضه نفس النظام ونفس الخطوات. بعد المحاضرتين دول هتلاقي نزل محاضره ثالثه، وهي محاضره الحل بقى، الدرس كامل هتلاقي اتحل من كتاب الامتحان كله بكل سؤال بالمقالي. واهم حاجه الاسئله المقاليه يا شباب، الاسئله المقاليه بنتلخبط فيها وما بتعرفوش تحلوها، لازم نخلي بالنا منها، عشان دي اللي بتضيع درجات مننا في الامتحانات، تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى عرفتوا المطلوب منكم، فهمتوا الدنيا تمام الحمد لله. نبدا بقى نذاكر ونعمل اللي علينا، نمشي واحده واحده مع بعض. في امتحانات باذن الله هتنزل تلاقي الدنيا معاك سهله، ما تراكمش معاك اي حاجه، وفهمت وبقيت ايه؟ كينج زمانك، تبقى باذن الله قاعد كده في الدرس، قاعد كده في المدرسه فارد صدرك، وشخص ايه؟ واثق من نفسك، انت عارف كله حالل. بص معاك مستر محمد البليهي باذن الله تعالى، مش هيسيبك ابدا، وربنا معانا طبعا فوق الكل، تمام. وواحده واحده الدنيا هتمشي، ولكن انجدعنوا معايا، ما تقلقوش، الوقت لسه معانا. معلش بس على التاخر تاني مره اهوت، معلش على التاخر، عشان بس كنا بنظبط شويه حاجات، وباذن الله هتشوفوا الفرق ما بين الفيديو الاولاني والفيديو دلوقتي، تمام. وكده الحمد لله خلصنا. كان معكم مستر محمد محمود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.